سيراميكا كليوباترا يرصد 50,000 جنيه لكل لاعب في الفريق لتخطي الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، و50,000 جنيه للفوز بالبطولة. تم تسليم ملف الصفقات للكابتن سيد عبد الحفيظ، وبالأخص صفقات يناير القادم، وعبد الحفيظ سيكون مسؤول عن اختيار اللاعبين الجدد للأهلي، وأيضا سيكون له دور تفاوضي. عبد الحفيظ أيضا سيكون له دور رئيسي في ملف تجديدات العقود المنتهية للاعبين. إمام عاشور يرافق بعثة الأهلي المسافرة للإمارات للمشاركة في السوبر المصري. وصول بعثة الأهلي للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري. إدارة الأهلي تواصلت بشكل مباشر مع مسؤول نادي جايس السويدي من أجل الاستفسار عن موقف المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي. الأهلي يقع في مجموعة تعتبر من أصعب مجموعات دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري. أول مباراة للأهلي الجولة الأولى ضد شبيبة القبائل في مصر يوم 21 و 23 نوفمبر المقبل، والجولة الثانية ضد الجيش الملكي في المغرب يوم 28 و 30 نوفمبر المقبل. شركة هير للأجهزة الكهربائية الراعي الرسمي للنادي الأهلي خلال بطولة السوبر المصري المقام في الإمارات. هدف جراديشار أمام بتروجيت يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة في بطولة الدوري المصري. الجهاز الفني للنادي الأهلي يصطحب جميع اللاعبين في القائمة للسفر للإمارات بما فيهم المصابين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقام في الإمارات. فترة القيد الأفريقي خلال انتقالات يناير سوف يسمح بالتسجيل خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر، وتحديدا قبل بدء الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات سوف يسمح بتسجيل اللاعبين قبل المباراة ب 72 ساعة. الأهلي يعمل على سوق انتقالات قوي واستثنائي في يناير. يتوجه سيد عبد الحفيظ وخالد مرتجي للإمارات غدا للالتحاق ببعثة النادي الأهلي برفقة محمد يوسف المدير الرياضي، وذلك استعدادا لمشاركة الفريق في بطولة السوبر المصري. شهد مران اليوم في الإمارات العربية المتحدة مشاركة إمام عاشور في جزء من التدريبات اليوم ضمن برنامجه التأهيلي للعودة للملاعب مجددا، واللاعب يمني النفس أن يتواجد مع الفريق حتى لو دقائق معدودة في مباراة نهائية في بطولة كأس السوبر المصري، وهو أمر سيتحدد لاحقا وفقا لحالته البدنية والفنية في التدريبات. وشاهد أيضا المران على مشاركة الثلاثي محمد علي بن رمضان وأحمد رضا ومحمد شريف بعد تعافيهم تماما من الإصابة، وهو شيء إيجابي ويمنح الجهاز الفني خيارات أفضل في المباريات المقبلة. وشاهد أيضا المران على تألق مصطفى شوبير الذي يمني النفس أن يعيد يسترب ما فعله كولر الموسم الماضي بمشاركته أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة الافتتاحية في بطولة السوبر المصري. هاني رمزي رئيس لجنة السكاوتنج بالنادي الأهلي يؤكد أنه لا يوجد لاعب أجنبي في الأهلي يستحق البقاء في الموسم المقبل سوى بن رمضان فقط، ومن الأفضل رحيل الباقي والتعاقد مع 3 صفقات سوبر تفرق مع الفريق. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف القيد للزمالك مجددا لحين تسوية النزاعات المالية مع بعض اللاعبين السابقين. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.